أنا عبر الهاتف الآن واحد من أهم وأبرز الأسماء الكبيرة في تاريخ النادي الإسماعيلي، الكابتن الكبير كابتن أحمد العجوز مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي. يا كابتن أحمد مشرف ومنور. الله يخليك يا كريم حبيبي، كل سنة وانت طيب. وانت طيب دايما وبخير. النهارده الإسماعيلي نتحدث عن وضع أصبح متأزم أكتر بخسارة اليوم أمام النادي الأهلي، مباراتين فقط يفصلون النادي الإسماعيلي عن انتهاء الموسم، ويبقى الإسماعيلي في منطقة للأسف بنقول كده في منطقة خطر. طبعا مبروك الاهلي 3 بونت، انما احنا عرض لابو جود ليه؟ احنا لينا جول ما اتحسبش، ده برا كل المحكمين اللي اتقال لنا ان الفار ما عادش الجول غير من زاويه واحده، قال لنا ان حكم الفار اتوقف. حاجات كتير يعني النهارده خسرتنا بونت. يمكن كانوا مين يا كابتن احمد قال لك ان حكم الفار اتوقف؟ انا مش عارف، انا سمعت كده. ما لحقوا يعني اكيد ما لحقوش ياخدوا قرار. لا سمعت ان اخدوا قرار ان حكم الفار اتوقف. قال لنا كده. طبعا انا ما شفتش ومش متابع طبعا ان احنا لسه في الفار. انما طبعا حتى لو اتوقف انا ما سمعتش حاجه. طبعا انا خسرت 2 بونت وخلاص يعني. حتى احنا ما اعترضناش على التحكيم، كابتن احمد الغندور كان ماشي كويس. انما اللي كان لنا ان الكوره اتعادت من زاويه واحده. الاعادات اللي احنا شفناها كوره ما فيهاش اي هاند بول، حتى لو جت في رجله بعد كده في ايده ماشي، انما المنطق والعقل بيقول لو جت في ايد حد مش هتروح بالقوه دي الجول. طيب بالتالي يعني كابتن احمد على بعض الصفحات وبعض المواقع في كلام منسوب لمحمد حسن انه بيعترف ان الكرة جت في ايده. هل سالته هل الكلام ده صحيح اصلا ولا كلام خاطئ؟ يعني ممكن يكون اللي اتنشر كلام خاطئ. يعني انا سالته انما جت في رجله وجت في ايده، فاهم انت؟ جول برضه يعني الناس كلها شايفاها كده. هو انت لعيب يعني قصدك واحد انما ده ما بيبقاش عارف الدنيا فيها ايه. هو محمد كابتن احمد محمد حسن قال لك جت في رجلي وبعد كده في ايدي. ايوه طيب ما دي بقى في قانون الكوره كله. يعني احنا ما نعرفش انا في القانون اللي بنتكلم فيه وبناخد اللغه.